حطيتي راسك على المخده ولقيتي راسك دماغك ما بغاش يسكت. كنقولوا ما كرهناش تكون عندنا شي بوطونه ديال بوز وتنعس تك عليها وتنعس، ولكن الناس كتلقاها الليل كامل النعاس ديالها متقطع وكتفيق وتفكر في ديك الحاجه وتريتيها، لان الخوف هو اكبر عدو للانسان، ولا خليتيه يسيطر عليك في جميع التفاصيل ديال الحياه ديالك ما غتستمتعش، ما غتحش، ما تعيش الحلاوه ديال الحياه وانت مخلوع بكل صغيره وكبيره وما كتعرفش تستمتع بالاشياء اللي كديرها. الانسان اللي داز من ضغوطات كبيره في الحياه وداز من صدمات وداز من امور اللي هي صعيبه، عقلك صعيب ما يتوقعش الأسوأ. بزاف الناس اللي بدات القصه ديالهم مع الاكتئاب من التوتر والقلق اللي ولا مزمن في الحياه ديالهم، وفي الخير اداهم للاكتئاب. بس ما كيحسوش بك. انا عاودت لك مثلا لا هو حتى واحد بغى يشوف، حتى واحد بغى يحس بالضبط. كتقول ديك الواحد ما حسش بالضبط. انا حتى واحد وما تستناهاش، يعني ما تستناش ان الناس يفهموا الضغط والصعوبات اللي كدوز منها زعما بالضبط شنو هي. فهمتيني؟ هي في الاخر الناس اللي دايرين بك مزيان تكون غير الناس دايره بناس كيدعموك كيشجعوك، ولكن باش يفهموا بالضبط الضغط اللي انت فيه ما تستناش. الحلقه الثانيه ديال بودكاست نفسي من بعد نقولوا النجاح اللي عرفته الحلقه الاولى، مع العلم انها تجربه اولى وكنا متخوفين منها والحمد لله لقد تكريات القناه اول مره واول فيديو يتابلودا القناه والحمد لله الفيدباك زوين. شنو كان التوقع ديالك قبل ما تسمع؟ صراحه ماشي تشاؤم، ولكن دابا المحتوى الثقيل اللي فيه فائده كتوقع انه ما غينجحش. لأن كتشوف بهذا النوع كتشوف مثلا النوعيه ديال المحتوى اللي كاينه دابا في مواقع التواصل الاجتماعي، كتقول مهم، ولكن غنديروها يعني مبنيه حسنه، غادي نجلسوا غادي نهضروا في شي حاجات اللي هي بعقلها وشي حاجات اللي هي غتفيد الناس، والناس دائما عندهم الحق الاختيار فايش بغاو يتفرجوا. ولكن الفيدباك زعما كان زوين بزاف، كأول فيديو ينزل في القناة وفيديو فيه ساعة والناس تفرجوا وسالاو الحلقة كاملة وجانا فيدباك زوين ولي كومونتير والمشاهدات مبقين لحد دابا طالعين كل نهار في القناة، ولي كومونتير الحمد لله كاملين وصلهم شنو قلتي، كل واحد بالدرجة الوعي ديالو والتفكير ديالو، ولكن وصلهم تشاهم خلق عندهم واحد الوعي، ردوا البال شي حوايج وما غالطين كيديروها مع راسهم في التربيه ديال الوليدات ديالهم، ف موتيفي الحلقه الثانيه والثالثه والرابعه. انا نبين لي كومونتير اللي جاوني في الوسط العائلي انك نوضوا لنا الصداع، اكتشفنا راسنا اننا كاملين معقدين. هذه كتقول لي راجلي اكتشفت انا راجلي هو اللي معقد. انا ملي كنت جالس كنتفرج فيها مع الوالد والوالده كنت بزاف الحاجات كنقولهم كنشوف فيهم كنصدم كنقول لا ما كنحشي لكم الشاطر. سي فري عبد الهادي، الموضوع اللي غادي نهضروا عليه اليوم كتعاني منه كلشي داز منه انت انا واي واحد، كلشي داز منه في مختلف المراحل العمريه، سواء في الدار سواء في الخدمه سواء في مختلف المجالات دوزنا منه وباقيين كندوزو منه، غير هو بدرجات مختلفه، كل واحد وكيفاش كيعيشو، كل واحد كيفاش كيتعايش معاه. كاين اللي عنده هادشي هذا مزمن، وكاين اللي في بعض الفترات من حياته داز منه اللي هو التوتر والقلق، وزيدوا عليها التفكير المفرط او التفكير الزائد. دونك هذا هو الموضوع ديال اليوم اللي غادي نهضروا عليه، غادي نحاولوا نحيطوه من جميع الجوانب. طبعا عبد الهادي غادي تعطينا من الخبره ديالك، كنحاولوا نتقاسموا حتى التجارب شخصيه، ما نبقاوش فقط في ما نكونوش اكاديميين، نحاولوا نبارطاجيو التجارب شخصيه مع الناس باش يعرفوا الناس ان راه حنا اي واحد معرض انه يكون مضغوط في حياته وعنده توتر وقلق. شي حاجه عاديه طبيعيه من الفطره ومن الغريزه ديال الانسان. وحتى في هذه الحلقه بغيت فعلا كنحاول ما امكن زعما نبارطاجي مع الناس شي حاجات ما سمعوهاش من قبل، لان كاين شي حاجات معروفين على الستريس، ولكن كاين بزاف ديال الحاجات حنا كنجهلوهم. واول حاجه انا قلتها قبل ما نبداو الحلقه انه كاين شي حاجات زوينين في الستريس ماشي شي حاجه خايبه. الستريس هو واحد الميكانيزم خلق الله فينا، الهدف الاول ديالو هو انه يحمينا من الخطر، هو انه هو الانسان على هذا امتداد الانسان. قلنا مثلا علميا انه كاين في
الكرة الأرضية واحد 150 ألف عام، اللي خلاه يستمر كجنس، الجنس البشري خلاه يستمر في الآخر هو ديك ستريس اللي كيخليه يستجب ولا يدير واحد رد الفعل انه كاين واحد الخطر غادي يهدد الحياة ديالو، فهو خصو يرياجي، يا يضرب يا يهرب. ديما متأهب، يكون متأهب لواحد الخطر ماشي. دابا الناس اللي رجعنا شحال هذه الانسان البدائي اللي كان عايش في الكهف، يعني معرض لبزاف ديال الاخطار. غيخرج لبرا غادي يلقى واحد النمر قدام، راه كاين واحد الاستجابه من الجسم ديالك باش يضرب يظهر. عندك سبع قدامك، ضرب ولا هرب باش تبقى عايش. فالستريس دائما هو واحد الجهاز الانذار، الناس خصهم يشوفوا بهذه الطريقه. ديما واحد الجهاز الانذار كيعطيك اشاره بانه كاينه شي حاجه خطيره غادي توقع، شي حاجه انت ما قادرش تتحكم فيها او ما يمكنش تتحكم فيها وما تتحكم في النتيجه ديالها، وتقدر تسبب لك واحد الاذى. فهاد الاذى خصك تفاداه بانك تسمع للجسم ديالك. لو بان ديك ستريس في الجسم ديالك، يا غادي تتعامل معاه وتجيريه ولا في الحاله ديال السبع غتضرب، ولا غادي غضرب سبع ولا غتهرب. زعما شحال هادي مثلا الانسان البدائي كان عايش هكا، يعني كيضرب ولا كيهرب، فهمتيني؟ يا كيتحدى ديك الخطر اللي قدامه ولا كيهرب في حاله. وهاد ستريس كيطلع في ديك المرحله ديال الخطر ولا المرحله ديال التهديد، ولكن ملي كيفوت ديك التهديد ولا ديك الخطر كيهبط كيرجع في المستوى العادي، وكترجع كالمي ومرتاح، والجهاز العصبي ديالك كيتهدن، وكترجع للحياة العادية ديالك الطبيعية ديالك. غير هو المشكل اللي كاين ان العقل ديالنا، واحد الجزء في العقل ديالنا ما كيفرقش ما بين السبع وما بين امتحان. هو نفس الميكانيزم كتوقع في الجسم ديالك، الغريزيه البدائيه اللي كتوقع هذه 150 ألف عام في الانسان هي نفسها. بالنسبه له هذاك خطر، هذاك بالنسبه لي واحد الخطر. وهو ما نقولوا خطر، دابا بالنسبه لي انا غادي ندوز امتحان، هذه ماشي شي حاجه مهدده للحياه ديالي، ولكن هذا الجزء في الدماغ ديالنا كتسمى الاميغديلا، اللوزه الدماغيه، ما كتعرفش واش هاد الخطر بالنسبه لي لها واش مهدد للحياه ولا لا. بالنسبه لي خطر تهديد للحياه صافي. فانا خصني نتفاعل وندير شي حاجات ونحس براسي متحكم ومكونترولي باش انا نتجاوز هذا الخطر، باش ما نتأذاش في الحياه ديالي. فالستريس، وانا نعطيك 3 ديال المحفزات اساسيه للستريس باش تفهم شحال الستريس واش حاجه زوينه. وهو في الاساس كتشوف فيه في الظاهر انا كتهضر وانا كنتفكر الستريس ديال الكاميرا وديال كيفاش غنبداو الحلقه. لا دابا مثلا الستريس ديال الكاميرا، دابا انت كنتي مستريسي مع الكاميرا، ولا حتى انا كنكون مستريسي مع الكاميرا، ماشي ما كنكونش مستريسي. كتجي مثلا اول مره كنجلس دابا قدام كنكون مستريسي، ولكن كنجيريه، كنبدا نهضر وصافي وكنسى الموضوع وكنكمل في الهضره ديالي. واخا هو غير مهدد للحياه، ولكن دماغك كيقول لك هو حاجه ماشي، لان كاين بزاف هو دابا كنقولوا مهدد للحياه ولا اذى. كاين 3 ديال المحفزات اساسيه للستريس في الجسد ديالنا. انا غادي نهضر زعما في امور علميه ولكن بسيطه، بابسط طريقه ممكنه، كلشي غيفهم. كل ما قدرنا نبسطو كل ما يوصل الميساج اكثر. مثلا كاين الجسم ديالنا او العقل ديالنا كيخاف من الاذى العاطفي، من الاذى الجسدي، ومن الاذى البيولوجي. هادو هما 3 ديال لي ستريسور الاساسيين. والستريس هو ديك اللي كيخلق عندك ديك رد الفعل باش تحمي راسك من ديك الاذى اللي ممكن تعرض له. مثلا الا هضرنا على الاذى الجسدي، يعني انت مثلا وهذه كلشي عاشها، ما كاينش شي انسان في العالم ما عاشهاش. انت ماشيه في الطريق، تعثرتي في شي ما عرف في شي حجره، غطيح بلا ما تحس غتلقى راسك سبقتي يدك، طاكيتي بيدك على الارض، كتكون واجد للدفاع. واحد رد الفعل وقع في واحد جزء من الثانيه بلا ما تشعر براسك،
في اللاوعي ديالك واحد رد الفعل لا ارادي وقع باش تحمي راسك واحد الاذى جسدي ممكن يوقع. وعلاش كتسبق يدك؟ لان بالنسبه ديك الميكانيزم الدفاعي اللي عندنا حنايا اول جزء هو واحد الجزء اللي هو سونسيبل اللي خصنا نحميوه هو الراس ديالنا. فالجزء بالنسبه للعقل ديالك طيح تهرس قسم يدك وقع لك اي حاجه الا تجي في راسك لان هذا الجزء هذا سونسيبل بزاف زيني. فكتلقى واحد رد الفعل دفاعي وقع بلا ما تحس لانه وقع واحد ستريس في الجسم ديالك. وحنا غنشرحوا هاد الكيمياء العجيبه اللي كتوقع كامله في الجسم ديالك ملي كتستريس. لان الناس كيجيب لهم الله في الستريس واش حاجه غير في دماغي بلا ديال الافكار ومشوش وشويه متشنج وصافي الخلعه وصافي الخلعه وغدوز واحساس وغادي يدوز. ولكن واحد الفيلم واقع في الجسم ديالك والناس ملي يعرفوا هذا الفيلم غادي يبداو يردوا البال بزاف ويحاولوا ما امكن يديروا جهدهم انهم يبعدوا من الستريس. المهم بالنسبه للاذى بالنسبه للاذى الجسدي كيحميك منه بديك الطريقه انه كيتكري واحد ستريس واحد كيعطي واحد رد الفعل. هذا رد الفعل كيحميك انك ما تهرش ما تطيحش ما تموتش بعض المرات تقدر تلقى راسك في الشارع شي حاجه ما عرف شي فاز طاحت عليك من شي سرجم بلا ما تحس كتقرب منها وتهرب. كنشوفوها بزاف كاميرا خفيه كتهرب من واحد رد الفعل ديال في الاخر تكريا عندك بسبب ديك ستريس اللي عطاك واحد رد الفعل في جزء من الثانيه. كاين الاذى البيولوجي هذا كيخلق ستريس في الجسم ديالنا. مثلا كورونا دخل لك واحد الفيروس في الجسم ديالك راه فوضى كتوقع في الجسم ديك الداخل كيهدد كيوقع واحد ستريس لداخل يعني بحال واحد الجهاز ديال الانذار راه واحد الفيروس دخل للجسم. فكتلقى الجسم ديالك بدا كينتج هرمونات بدا ينتج مضادات الالتهابات باش يحارب هاد الجراثيم باش يحارب هاد الفيروس اللي دخل. الانرجي ديال كامله توجهات للجهاز ديال المناعه ديالك. علاش كتلقى مثلا ملي مثلا كتكون مريض مثلا نرجعوا مثلا الكورونا ملي كتكون مريض كتطلع لك السخانه يعني مثلا الجسم ديالنا طلعت السخانه باش يقتل بها ديك الفيروس. ارتفاع ديال درجه الحراره بواحد القدر كبير باش يقتل ديك الفيروس. كيهبط لك الحراره وكتحس بالبرد باش يقتل ديك الفيروس. وراه خدام يعني جهاز المناعه خدام وحيت الانرجي كامله مشات للجهاز ديال المناعه ديالنا. شنو كتحس باقي الجسم ديالك؟ كتحس راسك مرخي مهلوك. علاش يمكن نكونوا مرضين كتلقانا صافي ما قادرينش تنوقفوا. علاش؟ لان الانرجي كامله توجهات للجهاز ديال المناعه بسبب ديك الستريس اللي وقع. انه كاين واحد الخطر كيهدد الجسم ديالي بيولوجيا لداخل واحد الفيروس. فكتنوض ديك الجهاز ديال الانذار ان كاين خطر كاين واحد الخطر على الجسم ديالنا. كاينه واحد الروينه كتوقع في الجسم ديالك. كاين عاود الاذى العاطفي. فهادو من الحاجات اللي هما كتحرك ستريس عندنا. كنقولوا اذى عاطفي مثلا ما نبغيوش الناس يشوفونا بطريقه خايبه. الراي ديال الناس فينا ما يتنمروش علينا الناس ما يضحكوش علينا الناس. نظره الاخر كيفاش كيشوف النظره ديال الاخر لينا كيفاش هي. هاد الامور اللي شي كتستريسينا انني نوقف ونهضر قدام الناس. لان انا وياك نجلسوا نهضروا قدام الكاميرا فهمتيني. حيت ديك الناس ماشي قدامنا وصافي. الموضوع كيستريسي غير مجرد التفكير. دابا مرات علاش كنستريسوا قدام الكاميرا؟ حيت عارفين هاد قدام الكاميرا غيتمونطا الفيديو غيتحط للناس وهاد الناس غادي يشوفونا ويحكموا علينا. فالدماغ ديالك كيحس انه ممكن يكون او كيتوقع ممكن يكون واحد الاذى عاطفي من هاد العمليه كامله في الاخر ديالها. والناس يقدروا يكومونتيو بطريقه خايبه. العائله ديالنا يشوفوا هذا البودكاست ويضحكوا علينا. فهمتيني. كتبقى تخيل سيناريوهات اللي لان
هاد الصراع اللي عندنا من اجل البقاء مبني على التوقعات. العقل ديالنا علاش كيغرق في التوقعات؟ لان بالنسبه له هذه الطريقه اللي يقدر يحمينا بها. كيتوقع كلشي، كيتوقعوا كاين احتمالات. الاحتمالات، ممكن توقع هذه، ممكن توقع هذه، ممكن توقع هذه، وملي غيوقع هذه وهذه وهذه شنو غندير؟ واش انا مكونترولي؟ واش انا متحكم؟ هذه الرغبه ديال التحكم ما جا من هذا الصراع من اجل البقاء. لان واحد الجزء فينا في اللاوعي ديالنا كلشي كيعتبره خطر. راه الناس اللي كتلقاهم راه كاين واحد الجزء في العقل ديالك كيديتيكتي واش هذا الانسان تثق فيه، ما نثقش فيه، غيقتلني، مجرم، انسان طيب. وهادشي بيان سور في اللاوعي، هادشي كامل كيوقع في اللاوعي ديالنا كل نهار، كل ثانيه، كل دقيقه. تخيل انه حنا العقل اللاواعي ديالنا ملي كتخرج مثلا للشارع. انا غير باش نزيد نشرح لك هذا الميكانيزم دو ديفونس اللي عندنا، وهذا الصراع من اجل البقاء اللي عايشينه كل نهار لداخل في الدماغ ديالنا، في العقل ديالنا. ملي كتخرج مثلا للشارع، انت الوعي ديالك مركز، كيكون مركز ومنتبه لاشياء معينه. العقل الواعي ديالك، الباساج اللي غتمشى عليه، الطوموبيل اللي مجا، البلاصه اللي هي راهي تما غادي تمشي ليها تقطع لها، شويه ديال الاصوات اللي غيجيوك من الشارع. والناس يمكن اللي كتلقاهم ما قدرت لهمش البال، هما غير عابري سبيل. ولكن اللاوعي ديالك سبحان الله، كل شخص دخل داخل الاطار ديال الحواس ديالك، نقولوا حنا غير النظر ديالك، وشافو واخا غير دايز قدامك، كيديتيكتيه وكيسكانيه وكيقرا واش هو خطير عليك ولا لا، وكيبقى عاقل عليه مدى الحياه. مدى الحياه. تخيل كل واحد في الشارع غادي تلقاه دابا، ولا مشيتي للسوق، العقل اللاواعي ديالك غادي يسكانيه ويديتيكتي واش هو خطر عليا ولا ماشي خطر عليا، واش نثق فيه ما نثقش فيه، نقرب منه ما نقربش منه، نقرب منه. مزيان. وهذا كلشي كيوقع في عقلنا اللاواعي. علميا كيهضروا على التحليل ديال المعلومه بواحد السرعه ديال 40 مليار بيت في الثانيه، شي حاجه الخيال العلمي. يعني حتى العلماء كيقول لك ما نقدروش، وهادو غير ارقام زعما، بدينا كنهضروا في 400 مليار وكنهضروا في الاف الملايير ديال في السرعه ديال معالجه المعلومه ديال العقل اللاواعي ديالنا، لانه بالدرجه الاولى مسؤول على الحمايه ديالنا والبقاء ديالنا في الحياه. ومن اهم الاضرار ولا الاذى اللي كيحمينا منه، نرجعوا لهذا لي ستريسور، هو الاذى العاطفي. الاذى العاطفي بحالاش؟ وانا نهضر على واحد ليكزومبل كيعيشوه الناس بزاف، وبزاف الناس غادي يتفرجوا يلقاو راسهم فيه. مثلا عندنا ولد صغير في عمره 6 سنين 7 سنين، يلا بدا كيمشي للمدرسه. يمكن عنده اول مره احتكاك مع انه خصو يعبر على الراي ديالو ولا يجاوب في القسم. غينوض مثلا غادي يجاوب، غادي يقول واحد الجواب بعفويه كطفل صغير، وهذا الجواب مثلا غادي يضحك الاستاذ وغيضحك التلاميذ، كلشي يضحك عليه باش غيحس يتحشم بواحد الاذى عاطفي وقع له لداخل. حنا نسميوه الم نفسي اكس. شنو ما كان، يحس براسو تحشام، يحس براسو تحقار، يحس براسو قل من الناس وما احسن منه، ما فهموه ولا فهموش. المهم كاين واحد الالم حنا نسميوه الم نفسي او اذى نفسي قالوا في ديك اللحظه هذيك. كيجي مثلا يمشي للدار شي نهار، بغا يجلس معاه، يمشي عند باباه يعاود له مثلا النهار ديالو كيفاش داز، وانا عملت ولعبت والاخر، وقال له باه لا سير فحالك انا مشغول، انا الساعه بعد مني. مشي عند ماما مثلا حتى هي ما تصنتاتلوش، لا سير البيت ديالك مشي لعب. غيوقع له المره الثانيه اذى نفسي من الفكره ديال انه بغى يعبر على راسو. المره الاولى بغى يعبر على راسو في القسم، تعرض واحد الاذى نفسي. مشى يعبر على راسو قدام والديه، تعرض لأذى نفسي. زادوا أكدوا له على أنك تهدر قدام. فشنو كيوقع لداخل في اللاوعي ديالنا؟ وهذا الجزء اللي باغي يحمينا، فكيربط التعبير عن الذات، ولينا نقول نهضر قدام الناس بالأذى النفسي. كيوليو لي لبعضياتهم هادي تساوي هادي، ياك؟ فشنو كيوقع؟ هذا الشخص من بعد سنين كيولي في عمره 40 عام
كيجي شي نهار في الشركه ديالهم اللي خدام فيها يوقف يهضر قدام الناس ما يقدرش، كيتستريسا. وي يقول لك انا كنتستريسا قدام الناس. ستريس غترجع هو واحد الخيط ملي كتجر الجدر ديالو خوف. وي كنخاف من واحد الاذى غادي نتعرض له. ففي هذه الحاله مثلا هو ديك الاذى العاطفي اللي هو عنده واحد الميموار قديم عليه مسجله ما تمحاتش، انه ملي كان صغير تعرض لواحد الاذى عاطفي ولا واحد الالم النفسي من الاقران ديالو، من الناس اللي كيعتبرهم قدوه، اللي تما في ديك اللحظه بنى صوره على الذات ديالو بانه فوقاش ما جا عبر على راسو غادي يتعرض للاذى النفسي. وحيت من الميكانيزم ديال الستريس اللي عندنا انه يحميك من الاذى العاطفي، ما تعرضش للاذى العاطفي، لان بالنسبه لي الاذى العاطفي خطير ليك. غادي تجي تنوض تهضر عندك الراي ديالك، عن ضابط الامور ديالك، وجدتي مزيان ديك البريزونطاسيون قدام الناس اللي خدامين معاك، حفظتي مزيان موجد، ولكن جيتي باش تنوض لقيتي راسك قلبك كيضرب، وجهه كيحمر، يعرق، يتستريسا، كيحس ركابو ما خاويين، المعده ركابي خاويين، المعده بزاف ديال الاعراض غادي يعطيك. علاش كيعطيهم لك؟ باش يقول لك لا تراجع، انا ما نخليكش دير راسك مره اخرى، انا ما نخليكش توقف قدام الناس وعاقل ديك المره ملي كنتي صغير ضحكوا عليك ووالديك ما سمعوكش، ما والديك ما سمعوكش، وما صحابك في القسم ضحكوا عليك، والاستاذ اللي الصوره ديالك كبيره عندك، الصوره ديالو كبيره عندك، ما قدرش الراي ديالك، ما احترمش الراي ديالك، فكيتحرك ديك الستريس. فهادشي كامل باش نقول لك ان في الاخر الستريس الهدف الاول ديالو انه يحميك من الاذى اللي ممكن تعرض له في الحياه ديالك، اذى عاطفي، اذى بيولوجي، ولا اذى في الجسم ديالك جسدي. فالستريس شي حاجه مزيانه لحد دابا عرفنا انه ستريس ظاهريا ماشي مزيانه، ولكن هي في الحقيقه راه جات باش تحميه. شي حاجه زوينه انه كيدفعك باش تعطي احسن. يعني تخيل انه انت مثلا عندك امتحانات ولكن ما صبوقش، ما مستريسيش، ما همكش، ما تقدر ما تراجعش، تقدر ما تجتهدش، ما تحفظش مزيان، ما توجدش مزيان. عندك بريزونطاسيون ديال الخدمه خصك تكون بريباري، ضابط الامور ديالك، مفكر مزيان في كل حاجه. داك الستريس كيدفعك بانه رد البال، خصك تكون في واحد المستوى معين، خصك دير هادي وتنظم هادي وتقد هادي. هذا البودكاست اللي كنصوروه الا ما كناش رافدين له الهم ومستريسين من جهته، كنا غادي نجيو ونقولوا اي هضره واي حاجه وما كيهمش، فهمتيني؟ ففي الاخر الستريس كيدفعك ويحركك باش تكون حسن، باش تعطي حسن، باش تكون في احسن الحالات ديالك، وباش بالدرجه الاولى هو واحد الوسيله ديال من اجل البقاء ديال الانسان، انك تبقى حي وتحمي راسك من الاذى اللي ممكن زعما اللي ممكن توقع فيه ولا تطيح فيه. وكنظن حتى انت راه عندك بزاف ديال القصص مع الستريس، طبعا كاملين مع الستريس اللي خلاتك تعطي احسن. وي هنا قبل ما ندخلوا عبد الهادي فهاد لازم نهضروا على التجارب الشخصيه ديالنا. ما كرهتش في هاد الحلقه هذه نوصلوا اننا نبينوا الفرق بين شنو زعما الدرجات ديال الستريس، وشنو الفرق بين ان الواحد ديك لو ستريس اللي كيجي في دي سيتوياسيون محدده معينه اللي كتساعدك انك تزيد القدام، وديك لو ستريس اللي كيبقى مرافقك مثلا مده طويله، يقدر يكون شهر، شهرين، 3 شهور. دونك نوصلون اننا يقدر الواحد يعرف راسو واش هو في لو ستريس اللي هو صحي، او لو وصل لدرجه ان لو ستريس اللي هو بقى رجع مزمن ويقدر ياثر على حياته. بحال نقولوا حنايا ملي كنهضروا على لو ستريس ديال الامتحان، راه كاين لو ستريس اللي كيدفع التلميذ انه يوجد ويعمل الحساب الامتحانات، وكاين لو ستريس اللي كيرجع بحال نقولوا باراليزون اللي صافي اللي كتمشي ما كتشوف حتى حاجه في الورقه ديالك، كتنسى كل شيء. اكزاكتومون. واحد لو ستريس اخر مزيون هو انا بالنسبه لي هو ملي كتكون عندك شي سفريه لا غدا وكتنعس وكتحلم راسك مشات عليك الطياره،
ولا كيكون عندك بكري كتلقاك عمرك فيقتي بكري اكزاكتومون داك هو ستريس كتلقى صعوبه باش تفيق بكري ولكن حيت انت داير ديك السفر بالك وفي 5 الصباح خصك تنوض وتمشي تلحق التران كتلقى راسك كتفيق وما نعشت مزيان الليل كامل وانت كتنعس وتفيق تنعس وتفيق. انا بالنسبه للدماغ ديالك صافي ديك شي حاجه مهمه خصها تكون فكيخليك دائما يقظ ومنتبه بان ديك الحاجه خصها دار ضروري. ستريس هذا ستريس. ف الستريس فوقاش كيكون صحي هو انه نعيشوا الدوره ديالو في واحد المده اللي هي وجيزه. بحال مثلا نقولوا نرجعوا هذا المثال ديال النمر. خرج فيك النمر غتستريسا غتخلع غتخاف على الحياه ديالك غادي تهرب ما تفكرش اصلا غادي تهرب. ستريس اللي خليك تهرب هربتي مشى الخطر ستريس يهبط. انا كتبقى لي مع القطه ماشي النمر القطه غير اذا شفت قطه حدايا راه كنحس بديك ستريس وديك الخلعه كتستريس. انا في الخيال ديالي كتجيني بحال شي واحد شي بعدي هذا واحد ستريس بحال شي نمر. ولكن لاحظي بحال اللي قلتي وانك صافي داز ديك القطه صافي ما بقاتش في ديك المتعه صافي تحيد. وحنا الجسم ديالنا دابا ندوزو شويه الخطوره ديال الستريس. الجسم ديالنا ما تصممش وما تبرمجش باش نعيشو في الستريس 24 ساعه 24 ساعه. والمشكل هادشي اللي واقع دابا حنا هاد الميكانيزم ديال الستريس اللي خلقها فينا الله من النهار اللي خلق الانسان فوق هاد الارض خلقها لهاد السبب باش انها تحمينا من واحد الاذى ممكن تعرضوا له من اجل البقاء على قيد الحياه. فنرجعوا للانسان البدائي واحد الانسان اللي غادي عنده مخاطر اللي يقدر يتعرضها كانت في الاغلب جسديه وحتى يعني بيولوجيا ولكن جسديه بالدرجه الاولى حيت كانت باينه. الانسان معروفه الانسان عايش في كهف غيخرج واحد النمر غادي يبغي واحد الشخص من واحد القبيله يقتلو يهاجمو يديروا الكهف ديالو. يعني هاد الستريس كان دائما كيحميه من هاد الحاجات بحال هادو وكيهرب منهم ولا كيتقاتل معاهم وكيترجع الجسم ديالو الجهاز العصبي ديالو اللي طا نورمال ملي كيتجاوز هاد الخطر هذا. مي دابا السبع اللي في حياتنا اللي ولا دابا كاين في حياتنا هو هو الخدمه ديال كل نهار الموظف لي زوبجيكتيف الانجازات اللي باغي نحققوهم العلاقات ديالنا اللي مبرسطيننا الناس اللي خدامين معانا اللي العلاقه معاهم ما مزياناش لونطوراج يقدروا يكونوا الجيران الاخر ديال الشهر ولا بدايه الشهر اللي خصك تخلص فيها الكرا وانت ما عندكش لومبوتياج ستريس 24 ساعه 24 ساعه 24 ساعه 24 ساعه. الجسم ديالنا ما تصممش لانه يعيش 24 ساعه 24 ساعه. وهنا فين كتجي الخطوره ديال الستريس. علاش؟ لان كاينه واحد الكيمياء كتوقع في الجسم ديالنا والله سبحانه وتعالى خلقنا ميزان. حنا موزونين في كل شيء يعني كل شيء خصو يكون متوازن. الا ما كانش متوازن مشينا فيها. حتى الستريس قلنا انه شي حاجه مزيونه ولكن ملي كيفوت الحد وكيولي 24 ساعه 24 ساعه ويولي مزمن راه وكوارث كيوقع في الجسم ديالك. الستريس نقولوا كاين واحد الموقف في الحياه ديال سناء اللي هو كيستريسي ياك. اول حاجه غادي يديرها الجسم ديالك لان دابا بالنسبه لي هذا الموقف اللي كيستريسي راه بالنسبه للعقل اللاواعي ديالنا راه هو واحد الخطر وكيهدد البقاء. جيني خصني نتجاوزو. فاول حاجه كتوقع هو كينتج الهرمون ديال الادرينالين. الهرمون ديال الادرينالين كيطلع بواحد الكميه في المجرى ديال الدم ديالنا والوجود ديال الهرمون الادرينالين في الجسم ديالنا لان الادرينالين هو اللي كيحفزنا هو اللي كيفيقنا. لان حنا دابا في واحد الحاله ديال الخطر ديال حنا واحد الخوف واحد الاذى نقدروا نتعرضوا له اكس شنو ما كان. فخصنا نكونوا على استعداد. فالادرينالين كيطلع كيحفز الجسم ديالنا الانرجي ديالنا العضلات ديالنا كيتصيروا كيتشدوا. فلاننا خصنا نستعدوا لهذا الخطر اللي حنا غادي نتعاملوا معاه ونجيريوه ونكونتروليوه باش من بعد نرجعوا اللي
ليطا نورمال ديالنا. فهاد الادرينالين كيطلع كناخدو ديك لاكسيون اللي خصها تخاد باش نتحكموا في ديك الحاجه اللي هي ممكن تأذينا ولا تأذي الصحه ديالنا. ف هاد الادرينالين ملي كيطلع ملي كيبقى مده طويله في الجسم ديالك، ملي كنقول مده طويله زعما دقائق فهمتيني، في الجسم ديالك كيتنتج واحد الهرمون جديد اخر في الجسم ديالك عاود اللي هو الكورتيزول. بحال السطاج الاولاني ديال الستريس هو الادرينالين، ما نزلش دونك يتزاد عليه حاجه، ما نزلش يعني حنا دخلنا في واحد الحاله اخطر، واحد الحاله مهدده اكثر للجسم للبقاء ديالنا. فكندوزو للمرحله الثانيه من يعني من الانتاج ديال الهرمونات اللي هي الكورتيزول. وحتى في المستوى ديال الادرينالين راه كنقولوا العضلات ديالنا كيتشدوا، وكنقولوا بان الجسم ديالنا كيتاهب لديك يدخل في ديك لافاز ديال الضرب ولا هرب، لان كاين شي حاجه خصنا نتعاملوا معها مهدده للحياه ديالنا. راه واحد الروينه كتوقع في الجسم ديالك، منها مثلا الامدادات ديال الدم في الجسم ديالك كتغير. علاش؟ لان انت مثلا دخلتي في ديك المود ديال الضرب ولا هرب، محتاج العضلات ديالك، فالعضلات ديالك كيتشدوا، الدم كيمشي بنسبه كبيره للاطراف. الاطراف يعني يا غادي ندابز يا غادي نعلق، يعني غادي نهرب. يعني حتى الضغط ديال الدم ديالك كيتبدل. سي فغي. الدم ديالك كيفاش كيسيركولي في الجسم ديالك، والامدادات ديال الدم في الجسم ديالك كتغير ملي كيتنتج الهرمون ديال الادرينالين. مزيان لحد دابا مزيان، لان حنايا باغا نتعاملوا مع واحد الحاجه كتستريسينا، خطيره علينا، كتهدد الحياه ديالنا، مبرسطانا، غادي نتعاملوا معاها وغادي يتحل المشكل، وغادي يهبط الهرمون ديال الادرينالين للمستوى الطبيعي ديالو، ونرجعوا للحاله ديالنا ونرجعوا لليطا نورمال ديالنا. ولكن هذا الادرينالين ما كيهبطش. الناس عايشه دابا ستريس 24 ساعه 24 ساعه. الخدمه 8 ديال الساعات 9 ساعات ديال ستريس. الدار غدي معك ديك الضغط للدار، تقدر دي معك الخدمه للدار. الدار عندك مشاكل، عندك لومبوتياج، عندك مشاكل مع لا قدر الله في العلاقات ديالك مع المدام ديالك ولا مع وليداتك ولا مع العائله الكبيره. كتفكر في امور اللي هي ماديه واللي هي ولات اكبر ضغط كيشكل علينا في الحياه ديالنا، والجسم ديالك كيتعامل معك كخطر. بزاف ديال الامور خصك تخلصها وخصك تلوج لها الفلوس وتفكر فيها كل نهار. ماشي مصدر واحد ديال ما بقاش يسبع، هذا رجع حياه ولات الحياه ديال كلها اسبوع. فهمتيني؟ هذاك الكوليج اللي معك في الخدمه والمانجر ديالكم والكليان والدار والكرا والموضوع داير في ستريس 24 ساعه 24 ساعه. كنا عملنا واحد السونداج في انستغرام على هذه القضيه هذه. السؤال هو كان شنو هما المصادر ديال كتحس انهم ضاغطينك في حياتك؟ الاغلبيه كانوا العلاقات والمسؤوليات. وكاين اللي كيقول الوليدات وداك الشيء تاع المدرسه وهذا، من الاغلبيه العلاقات والمسؤوليات. هما دابا كاينين في الحياه ديالنا يوميا بشكل كبير، وخصنا دائما نجريوهم ونتعاملوا معاهم، كيستريسيونا. فملي كيولي الادرينالين في الجسم ديالك بواحد الكميه كبيره وما كيهبطش، كندوزو المرحله الثانيه، السطاج الثاني في الستريس، هو ان الجسم ديالك كيفرز الهرمون ديال الكورتيزول. وهنا الخطير في الموضوع ان الكورتيزول عاود ملي كيبقى في الجسم ديالك واحد المده طويله، الهرمون هذا الهرمون ما عرفتش كيفاش نقولها بطريقه مثبط، بحال كيفراني جهاز المناعه، كيردوا اللور. واحد خصو علاش؟ حيت هو بالنسبه لينا، بالنسبه للعقل ديالنا، انا دابا ما كنفكرش في ان الجهاز المناعي ديالي يجدد الخلايا ويصلح الجسم ديالي ويحارب الفيروسات، ولا ماشي هذا هو الهدف ديالو. هو عنده واحد الخطر خارجي خص يتعامل معاه، فالانرجي ديال الجسم ديالنا كامله خصها تكون مركزه على ديك الخطر الخارجي اللي كاين على برا. فانا غادي نفراني الجهاز ديال المناعه. نعطيك مثلا اكزومبل. الكورتيزول
مثلا في العمليات ديال النقل ديال الاعضاء، يعني قدر الله شي واحد مثلا خصو كلوه، غنجيب واحد الكلوه ديال واحد الشخص اخر وغادي نديروها في هاد الشخص اللي خدا هاد الكلوه هادي. اول خطر ممكن يوقع اللي غيخافوا منه الاطباء هو ان الجسم ديال داك الشخص يرفض ديك العضو الجديد اللي هو الكلوه المزروعه، لانه بالنسبه له اترونجي. بالنسبه لي هو خارجي، جهاز المناعه ديالنا غادي يهاجم، غادي يولي عدواني باش وما غيتقبلش ديك العضو الجديد اللي تزرع. باياش كيحقنوا الجسم ديال الشخص اللي غادي ياخذ واحد العضو جديد يتزرع له، ملي كيبغيو يديروا له عمليه ديال زراعه ديال العضو كورتيزون. بالكورتيزول. واو. لان الكورتيزول غادي يوقف جهاز ديال المناعه وغادي يديروا له مثلا ديك الكلوه، وعايله ما الجهاز المناعه ديالنا والمفعول ديال هرمون الكورتيزول يحيد من الجسم وجهاز المناعه ديالنا يرجع يخدم بشكل طبيعي وعادي، غادي يكون صافي الجسم ديالنا راه صافي خدا ديك العضو الجديد وتقبله، وهكا كيتفاداو انهم يرفض ديك العضو المزروع. فتخيل انه انت الا كنتي في ستريس، يعني الا كنتي انت في ستريس 24 ساعه والعام كامل، يعني انت الجهاز المناعه ديالك عملوا بوز. وي. فتخيل شنو ممكن يوقع كامل في الجسم ديالك. على هادشي دابا بزاف ديال الامراض كتلقاها في الاخر المصدر الاساسي ديالها هو ستريس بالدرجه الاولى، مشاكل في الجهاز الهضمي، مشاكل في القولون العصبي، حتى في الجلد. مثلا الإكزيما من اكبر المسببات ديالها هو ستريس. واو. علاش؟ لان الجسم ديالنا، لان الكورتيزول ملي الكورتيزول من التاثير ديالو على جهاز المناعه كيولي يفرز واحد الكميه كبيره، يعني شي حاجات اللي هي كتسبب التهابات في الجسم. فكتبان هاد الالتهابات كيبانوا في الجلد ديالنا اللي هي على شكل مثلا ليكزيما اكزامبل، والسبب الرئيسي ديالها هو لان بحال الجهاز المناعي ديك الساعه كيوصل في المرحله كيولي اغريسيف بزاف، بسبب ديك طلع في الكورتيزول، هبط في الكورتيزول، طلع في الكورتيزول، هبط في الكورتيزول. الهرمونات ديالنا مرونين مع الستريس، زين. حتى الجهاز المناعي ديالنا كيولي اغريسيف بعض المرات كيولي فراني، ما كيفونكسيونيش بالطريقه الطبيعيه والعاديه. فكتلقى الواحد بسبب الستريس للاسف مشى في الاتجاه ديال بزاف ديال الامراض اللي لا قدر الله يقدر يوصل دابا حتى للسرطان. كيهضروا على ان علميا كيهضروا على ان السرطان ممكن انه من المسببات ديالو التوتر والقلق اللي عايشينها في هذا. وكيمشي الانسان للطبيب باش يعالج الاعراض وما كيعالجش، ودائما كتعالج الاعراض وما كتعالجش السبب الرئيسي اللي هو التوتر والقلق. وتقدر توصل عاود واحد ستاج اخر في الاخر في التوتر والقلق، هو اللي كيتسمى ادرينال فاتيك. الغده اللي كتنتج الهرمون، هذا الهرمون ديال الكورتيزول كتعيا صافي، عيات ما تخدم معك، لان هي ما تسمى الله سبحانه وتعالى ما خلقهاش باش تخدم 24 ساعه. فكنطيحوا في ديك الادرينال فاتيك. هي كتسمى الغده الكظريه يمكن بالعربيه، هي اللي كتنتج الهرمون ديال الكورتيزول. كيوقع فيها واحد التعب، كتبقاش تفونكسيوني مزيان. وعلى هادشي كتلقى الواحد مثلا كيبات ناعس، كيفيق مهلوك، كيصبح مدقدق مهلوك، فهمتيني. فهادو صافي بدا كيبان علينا العلامات ديال التوتر المزمن اللي مرافقنا 24 ساعه دائما. ولا كيقول لك كنعس وكيبقى مخي خدام. لان الجزء اللاواعي من الدماغ ديالنا في الاخر راه خدام. يعني انا اللاواعي ديالنا راه كيخدم 24 ساعه 7 ايام على 7 ايام مدى الحياه. الجزء الواعي منك اسمه النيوكورتكس، كيكون هنا في هذا الجزء من مقدمه الراس، من مقدمه او المخ ديالنا، هو اللي كيرتاح.
يعني كيقيد نهار كامل مكونسونطري مركز مع هادي مركز مع هادي، كيبغي ديك الوقيته ديال كتحس بالعيا ترخيصي وصافي كيدخل في حاله ديال النعاس. ولكن العقل اللاواعي ديالك لانه كيجيري كل ما هو لا ارادي في الجسم ديالك راه ما كينعش وكيدوز واحد المرحله كيتريطي داكشي كامل اللي داز فيه النهار كامل. يعني ديك ستريس اللي دوزتي منه ديك القصص والاخر كيتريتيها كامله كيعاود يعيشها كامله. فانت ديك الحرب اللي عشتيها في النهار عاودتيها في الليل، كيعمل مراجعه، كيدير لها مراجعه وكيعيشها بنفس المشاعر بنفس وهادشي كامل كيوقع لداخل ديالك. ملي كتفيق من النعاس انت ضرب 8 ساعات النعاس و10 ساعات النعاس تقول لك انا كنفيق عيان دكدك مهلوك ما عنديش الخطر، لأن وصلتي لواحد المرحلة لواحد 16 ديال الوحش في التوتر والقلق ولا مزمن ولا معاك 24 ساعة كيأثر لك على التركيز ديالك على الصحة ديالك على القدرة ديالك على الانتباه العلاقات ديالك أكيد، لأن غتولي مستريسي في أبسط التفاصيل ديال الحياة ديالك غين توشيك تلقى راسك تعصبتي تقلقتي ممكن يدي حتى الاكتئاب. بزاف الناس اللي بدات القصه ديالهم مع الاكتئاب من التوتر والقلق اللي ولا مزمن في الحياه ديالهم وفي الاخير اداهم الاكتئاب. وهذه عبد الهادي اللي كنقولوا التوتر والقلق العادي كيبدا شويه بشويه، كنتوتروا شويه، كاين بعض الحاجات اللي في حياتنا كتوترنا كتقلقنا، من بعد ملي كيتفاقم الوضع كيرجع داكشي مزمن. ولكن كنعتقدوا ان بحال دابا اللي دارج دابا ان الحياه ستريسونت، ان صافي عادي تكون متوتر وعادي تكون مقلق. الخطر هو ان الناس ولات متعايشه مع الستريس ومتقابلاه وبحال قلت لك الناس كيجيب لهم الله راه الستريس هو غير شي حاجه في دماغي كدور انني مبرزط مع هادي ومبرزط مع هادي ومبرزط مع هادي. ولكن قلت لك راه واحد العمليه معقده كتوقع في الجسم ديالك وهرمونات وهاد الهرمونات كيأثروا في حاجات اخرين وفي اعضاء اخرين وكيوقع واحد عدم التوازن في الجسم ديالك الداخل اللي كيدي مثلا المشكل ديال دابا ديال الضغط ديال الدم. كتلقى واحد يا طونسيون طالع يا طونسيون هابط. شحال هادي كان الواحد كيعمل استنعام عاد كتسمع بالدرجه الاولى من ستريس، بالدرجه الاولى من ستريس. مثلا الانتاج ديال الهرمون ديال الادرينالين بشكل مستمر في الجسم ديالنا من اكبر المسببات ديال الضغط الدموي. علاش؟ لان بحال ما قلت لك من الحاجات اللي غادي يستعملهم الجسم ديالنا باش يحميك هو انه خص ديك الدم يمشي للاطراف باش تضرب تقاتل تضرب ولا تهرب. ولكن على اساس غادي واحد الفتره معينه وغادي يرجع ديك الضغط الدموي يرجع كل حاجه لبلاصتها. راه ملي كتستريسا راه حتى العينين ديالك كياخذوا واحد الكميه كبيره ديال الدم زايده. علاش؟ لان من كتستريسا يعني كاين واحد الخطر خصني نكون فاتح عيني. واحد الروينه كتوقع في الجسم ديالنا وانت من كتكون 24 ساعه في ستريس والادرينالين والكورتيزول طالع. يعني انت 24 ساعه ماشي كل شيء في الجسم ديالك كيستافد من ديك الكميه الدم اللي محتاج. ماشي الاعضاء ديالك كاملين كياخذوا ديك الانرجي اللي محتاجينها. لان شنو هي الصحه ديالنا؟ الصحه هي التوزيع السليم للطاقه في الجسم ديالك. والجسم ديالنا ملي كيكون خدام بطريقه سليمه كيعرف يوازن، كيعرف يعطي لهذا ويحيد من هذا ويعطي لهذا ويحيد هذا ويعطي لهذا. بحال الفكره اللي قلت لك ديال مثلا ملي كتكون شي فيروس دخل الجسد ديالك اوتوماتيكمون يعني الجسم ديالك غادي يقرر انه الانرجي خصها تمشي للجهاز ديال المناعه. هذاك الاولويه صافي ماشي تقدر تلقى راسك ما صافي ما مركش عيان مرخي مهلوك رجلك ما كيهزوكش ما قادرش تنوض من الفراش. لان بالنسبه للجسم ديالك ماشي الاولويه دابا تنوض للفراش تمشي للخدمه وتحرك وتجري وتنقز. لا دابا الانرجي خصنا نوجهوها لجهاز المناعه. باش نفهموا اكثر الطريقه ديال التوجيه ديال الانرجي. مثلا ملي كتاكل كتلقى راسك ضارب شي طاجين مع راسك في الغداء ومباشره لقيتي راسك باللي الانرجي صافي طاحت مره.
الترخيصي كامل كتوقع لنا مثلا غنتغداو ولا كلينا بزاف غتلقى راسك الترخيصي. علاش؟ لان الجسم ديالك قرر في ديك اللحظه انه الجهاز المناعه ديالك راه عامر، خصو يهضم، خصو يخدم، خصو الانرجي باش يدير هاد العمليه. الجهاز الهضمي خصو يخدم، خصو يدير، خصو محتاج الانرجي باش يهضم ياك. فالانرجي كامله غادي توجه الجهاز الهضمي باش يعاونو انه يهضم ديك الحاجه اللي كليتيها. فغتحس براسك مرخي، بديتي كتفوه راسك بحال اللي كيحرقك. فالصحه ديالنا كامله مبنيه على ديك التوزيع ديال الطاقه. خذ من هنا وعطي لهادي، خذ من هادي وعطي لهادي، خذ من هادي وعطي لهادي، عطي لكل شيء دقه وحده بشكل متساوي. ولكن ملي كتكون في ستريس راه واحد العدم ديال التوازن ديال التوزيع ديال الطاقه 24 ساعه في الذات ديالك وفي الجسم ديالك. وهذا الشيء اللي كيخلي اعضاء ما تاخذش الانرجي اللي محتاجاها، ما تاخذش الكميه ديال الاكسجين اللي محتاجاها، وما تاخذش الكميه ديال الدم اللي محتاجاها. فشويه كتلقى انا مرضت، عندي الكلاوي، انا عندي الطونسيون، انا عندي الحساسيه، انا عندي وكلها في الاخر الجدر ديالها هو الستريس، والتوتر والقلق. يقدروا يكونوا كانوا علامات اللي كتحضرنا لهذا الشيء هذا، ولكن ما كردوش البال. هو دائما دابا الستريس من كتشوف راسك مثلا شي واحد دخل الامتحان، دوز الامتحان، اوكي لوجيك غادي تكون مستريسي قبل الامتحان، غادي تكون مستريسي الوقيته ديال الامتحان غادي تكون مستريسي، ولكن خرجتي ولقيتي راسك باقي مستريسي. دونك شي حاجه ماشي هي لانه صافي حنا خرجنا من ديك الخطر اللي حنا فيه. لا بقى مستريسي على فوقاش يخرجوا النقط، فوقاش غادي يخرجوا النقط يوميا. حتى كيستنى زعما حتى ديك اللحظه ديال بقى واحد السيمانه قبل ما يخرجوا النقاط ولا يومين قبل ما يخرجوا النقاط، لا بقى يوميا مستريسي. كيولي بحال واحد النمط، بحال واحد السلوك عندنا بانه خصنا نجيريو الامور بديك الطريقه هذيك. دائما خصنا نبقاو ستريسي، وعنده علاقه حتى بالصدمات النفسيه. لا التوتر والقلق راه بعض المرات وجهه نظر بالنسبه للعقل ديالك، المنظور ديالو للحياه وكيفاش كيشوف الحياه، واش كيشوفها زوينه ممتعه كلها فرص، غتجيب لك شي حاجات ايجابيين في الحياه. عندك هذا المنظور هذا، هاد الناس بهذا النوع كتلقاهم ما كيتستريساوش بزاف، كيكون هيداك البروغرام هيداك تربى. ولكن ملي كيكون شي واحد مثلا ديجا دوز الصغر ديالو فيه في الحيط ودوز صدمات نفسيه وتأذى بزاف، راه اكيد ملي غادي يكبر غيلقى كل شيء كيتعامل معاه بتوتر وقلق كبير. علاش؟ لانه هو مبرمج على ان الحياه مؤذيه، الحياه خطيره، الحياه ديما خصنا نكونوا رادين البال وخيفانين ومخلوعين وهزينها منين تقالات ونكونترولي ونتحكموا. لانه ديما عقل كيقول لك لا ما كنتيش نكونترولي ونتحكم، شنو وقع عليك؟ تأذيتي وتجرحتي لا دابا خصك تتحكم في كل شيء وتكونترولي كل شيء وانت كتمشي مع ما كدوعاش، ما كتقولش لا 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 بلاتي لا ما باغيش نكونترولي كلشي. كاين اللي كيربط حتى بالنجاح عاد ان باش ننجحوا راه خصنا نكونوا ستريس، لا باش ننجحوا خصنا نكونوا مستريسين ومحاسبين الصغيره والكبيره ومكونترولين كلشي ومخططين لكلشي وما نستمتعوش بديك الرحله الزوينه اللي تقدر دينا للنجاح. فكيولي نمط شخصيه تقدر تعتبره صافي هو هكا كيجيري الامور ديالو، كيجيري الحياه ديالو. ولكن راه واحد الطريقه لا واعيه باش تجري بها الحياه ديالك. خصك ترجع للور وتقول لا، لان الخوف هو اكبر عدو للانسان، ولا خليته يسيطر عليك في جميع التفاصيل ديال الحياه ديالك ما تستمتعش، ما تعيش الحلاوه ديال الحياه وانت مخلوع بكل صغيره وكبيره وما كتعرفش تستمتع بالاشياء اللي كديرها. كيبقى بالك شنو يوقع، شنو ديما كتستنى النتيجه وكيفاش غادي تكون وخصني نتحكم فيها ونكونتروليها 100%. وباقي ما عقناش انه ما كنكونتروليوش النتيجه 100%. مزيان راه انت كتخطط والله كيخطط، ودائما مخططات الله احسن بكثير من المخططات ديالك. دير اللي عليك، اجتهد وتعلم فوقاش ترجع للور وتستنى هكا بصدر رحب
كتستقبل النتيجه اللي غادي تعطيها لك الحياه بناء على المجهود ديالك اللي درتيه بحب وبنيه مزيانه وبشويه عليك وصافي. ولا كانت غادي ديك الحاجه غادي تكون فهمتيني. فالواحد مزيان يوعى انه يعيش حياته مستريسي. هذه اخيب حاجه تقدر ديرها في حياتك صراحه. والناس ما خصهمش يتقبلوا الستريس على انه شي حاجه عاديه طبيعيه خصها تكون وانا هكا. لا الاصل ماشي هو هكا. ولا كيقول لك لا هادشي الظروف اللي كنعيشوا راه العالم كامل هي كلشي مقلق كلشي الاساس هو ان تعيش الحياه ديالك مطمئن. هذا هو الاساس، تعيش الحياه ديالك مطمئن مكالمي. هذا هو لاباس. تعيش الحياه ديالك مطمئن ومرتاح وستريس يكون ستريس صحي ديال انه غير باش تدفع راسك دير ديك الحاجه باحسن طريقه ممكنه وكترجع للور تستنى النتائج. هذا الموضوع هذا كيدينا حتى القضيه ديال التفكير الزائد او التفكير المفرط. كيفاش الواحد يقدر يفرق ما بين التفكير العادي اللي كنفكروا فيه عادي وما بين التفكير الزائد او التفكير اللي كيزيد يشجع هذه الحاله ديال القلق. هو دابا من التفكير الزائد ولا التفكير المفرط هو بحال من الاعراض ديال التوتر والقلق. لان بالنسبه للعقل ديالنا خاصك تبقى تفكر في الحاجه وتفكر 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 وتفكر، لان هذيك الطريقه اللي انت غادي المفروض تكونترولي بها ديك الحاجه اللي انت كتحس بها بالخطر ولا بالتهديد ولا ان شي حاجه غادي توقع لك. فالعقل ديالنا كيكريي ديك السيناريوهات، اسوأ السيناريوهات اللي ممكن توقع. غالبا كتكون سلبيه في التفكير في الاغلب، لان هو في الاساس لان الستريس مبني على الخوف. فما الخوف غادي يبني لك في الاخر افكار اللي هي ما مزياناش. فهمتيني؟ فكره كتجيب صحاباتها معاها، فكره كتجيب فكره وكتلقى راسك عايش في واحد الدوامه. وملي كتوصل لديك المرض المزمن يعني التوتر المزمن راه كتلقى راسك دخلتي حتى في مشاكل صحيه، في قله ديال النعاس، لان الدماغ ديالك ما عرفش يسكت. صافي دوازت واحد النهار مستريسي، حطيتي راسك على المخده ولقيتي راسك دماغك ما بغاش يسكت. كنقولوا ما كرهناش يكون عندنا شي بوطونه ديال بوز وتنعس تك عليها وتنعس. ولكن الناس كتلقاها الليل كامل النعاس ديالها متقطع وكتفيق وتفكر في ديك الحاجه وتريتيها، وبعض المرات بلا وعي. انا نقول داخل ديالك انت راه كتريتيها وانت فاتح عينك وما عرفتش راسك علاش فاتح عينك. وواحد الحاجه على الموضوع ديال الستريس والمساله ديال الهرمونات، العقل ديالنا الا وصلتي واحد المرحله ديال هاد الكورتيزول اللي مسيركولي في الدم ديالك 24 ساعه 24 ساعه، والادرينالين وديما مستريسي وديما مخلوع، شنو كيوقع؟ هذه واحد الاشاره اخرى للدماغ ديالنا انه يهبط المستوى ديال الميلاتونين. الميلاتونين اللي هو الهرمون النعاس اللي هو كيتنتج بشكل طبيعي تلقائي بحال غير كتغرب الشمس. الدماغ ديالنا كيزيد في الانتاج ديال الهرمون ديال الميلاتونين، لانه صافي بالنسبه له غربات الشمس شي حاجه باقا في ديك العقل البدائي ديالنا. غربات الشمس يعني صافي الميلاتونين غيطلع، لانه دابا الجسم ديالنا خصو يترخى وخصو يرتاح، لان دابا غيجي الليل وخصنا ننعسو. ولكن ملي كتكون عايش في التوتر المزمن دائم، ديك الليل هو الصديق العكس ديال كيوقع. علاش؟ العكس كيوقع ان الميلاتونين العقل المخ ديالنا كيهبط الانتاج ديالو في الجسم ديالك باش يخليك فايق. علاش؟ لانك انت من الصباح عاطيه اشاره ديال انك في خطر. وما يمكنش نخليك تنعس وانت كتقول لي انت في خطر. ما جيلك السبعه نخليك تنعس، ما يمكنش نخليك تنعس. خصك تبقى فايق، خصك تبقى رد البال، لان كاين واحد الخطر ماشي، واحد التهديد ماشي. هو ما عرفوش شنو هو عنده كيف السبع كيف الامتحان يعني. فكيولي يهبط الانتاج ديال الميلاتونين. فكنقول لك شوف الستريس كيفاش داير واحد العمليه معقده في الجسم ديالك وانت ما سايقش الخبر وما عارفش، وكتقول وانا ما كنبات بلا نعاس. هو بالنسبه للستريس اذا سمعنا ستريس كيهضر هو راه كيحمينا، ولكن حنا هو كيحميك، لانه في الاخر انت كتقول له انا الحياه ديالي خطيره، الحياه ديالي وقعوا لي حاجات خايبين، الحياه ديالي انا وقعوا لي حاجات خايبين ويقدروا يوقعوا لي مره اخرى. فهمتني؟ فكنولي عايش في ديك التوقع ديال انه غيوقعوا لي حاجات خايبه. سورتو ملي كيجي الواحد ينعس في النهار كيكون مشغول، كيكون الواحد خدام ملي في الدار ديالو، بحق ملي كتجي تنعس عاد كيجيو ديك الافكار وصحاباتها والعائله. لا دابا الغريب انا بعض المرات الناس كيقول لك انه ما كنفكرش،
انا ما كنفكر حتى في شي حاجه، انا غير فاتح في عيني ما كنقدرش. بكل بساطه ان الهرمون ديال الميلاتونين في الجسم ديالك ما تنتج بالكميه الكافيه باش العضلات ديالك يترخاو وحتى انت الجسم ديالك يترخى وتنعس. علاش؟ لان انت عايش في واحد الحاله ديال الستريس دائما وابدا. كتقول للجسم ديالك انا في خطر، رد معايا البال وفيق معايا. انت كتطلب من الجسم ديالك كتقول له ومع العقل ديالك تقول له فيق معايا، هو كيفيق معاك. فهمتيني؟ فالستريس الهدف ديالو يحميك، فهمها هكا يعني مزيان وايجابي وغزال. ولكن من هذا المنطلق هذا شوف فوقاش الحمايه ديالو ليلك زايد على القياس. بحال الام، بحال الام اللي محضنه على ولادها وكتحميهم، ما تخليهم يخرجوا، ما تخليهم يلعبوا، ما تخليهم يطلوا السرجم، ما تخليهم يشوفوا ناس، ما تخليهم يطلعوا فوق شي كرسي ما يطيحوا. كتلقاهم هي بالنسبه لي راه كتحميهم ولكن هي كتأذيهم. فهمتيني؟ كتأذيهم. وهكا كيوقع مع العقل ديالنا. هو بالنسبه لي بالستريس كيحميك، ولكن لا، هو دخل في واحد المرحله هو ما عارفش انه كيأذيك. فالانسان خصو بدايه دابا يوعى بانه خصو يدير شي حاجات باش يتجاوز هذا التوتر والقلق والتفكير الزائد اللي هو نتيجه للتوتر والقلق. لان مثلا التفكير الزائد الى حليتي هذا المشكل ديال التوتر والقلق ديالك في الحياه، اوتوماتيكمون هذا الحس بالعقل ديالك صافي وليتي بدا كينقص في التفكير السلبي. لان بعض المرات بعض المرات الناس كيقولوا لي وكيفاش نتحكموا في التفكير الزائد اللي عندنا وما نبقاوش نفكروا دائما بواحد الطريقه اللي ما كنقدروش نتحكموا في الدماغ كيهضر. كل مع المرات ماشي ضروري توقف التفكير الزايد اللي عندك، غير توجهه لشي حاجات ايجابيين وشي حاجات زوينين وشي حاجات مشجعين، شي حاجات اللي تخليك تحس بالامان. حتى ديك الناس تولي تقدر تنعس، لان انت حاس بواحد الحاله ديال الامان اللي ما تخليش الدماغ ديالك ديما فايق ومترقب لان كاين شي حاجه غادي توقع لك خطيره. دونك الواحد دابا خصو يرد البال واش هاد الستريس وهادشي اللي فيه واش هو غير الفتره وجيزه ولا واش هو ايجابي وسهل ديتيكتيها، واش هو ايجابي وكيزيد بك القدام وكيخليك تتحرك في الحياه وتنجز الامور باحسن طريقه ممكنه، ولا الستريس اللي كيخليك فايق وما كتشبعش نعاس واي حاجه كتعامل معاها بمبالغه. لان الستريس كيرجع كل حاجه مبالغ فيها. اللي كنقول لك هي وجهه نظر بناء على القصه الحياه ديال ديك الشخص كامل، شنو الظروف اللي داز منها. راه هي نفس الحاجه اللي انت مستريسك وخلعك، واحد اخر ما مستيسراش ما خلعهاش. سي فري. علاش؟ لانه هو من المنظور ديالو هذيك ما داخلاش في ايرجون. هو ديك المنظور ديالنا شنو الحاجه اللي هي ايرجون كتختلف من شخص لشخص. بالنسبه لواحد الانسان، واحد الشخص في الخدمه واحد رابور غادي يعطيه مثلا المانجر ديالو على الخدمه ديالو، عادي صافي يسرب عليكم تعطيه. فهمتيني؟ واحد اخر يبات بلا نعاس ويفكر فيه يوميا ويكتب ويعاود ويفيريفي وخصو يخرج داكشي بيرفكت، شفتو اذا كانت عنده المثاليه الزائده. وديك المثاليه الزائده هما جوج حاجات. بالنسبه لهذا ما كتستريسيش، ولكن بالنسبه للاخر كتستريسي بزاف. كتكون عندها علاقه حتى زعما بالصدمات النفسيه اللي داز منها الشخص والظروف اللي داز منها. لان الانسان اللي داز من ضغوطات كبيره في الحياه وداز من صدمات وداز من امور اللي هي صعيبه، عقلك صعيب ما يتوقعش الأسوأ. من كتولي تفهم عقلك كيفاش كيخدم كتقول اوكي خصني نطبطب على عقلي، نقول له لا يتكلم تهدد. فهمتيني؟ لانه عادي تولي كتوقع الأسوأ، لانه بالنسبه للعقل كيقول لك وقع لك شو ضمن لي انه ما يوقع لكش؟ انا اللي عارف ان الحياه خايبه ومؤذيه وما مزياناش، وقع لنا وهذا جرحنا وهذا اذانا وهذا صدمنا وهذا. فهمتيني؟ فكتلقى هاد الناس هادو عندهم واحد الستريس، واحد القلق يعني كبير في الحياه ديالو. دي فوا كتقول له حسن لعاب، لان داكشي اللي مر به راه طبيعي، غير هو خصو يرجع للور ويوعى. هي دائما مسألة وعي. بعض المرات العلاج الأول اللي تقدر تسعاله في المشاكل النفسية ديالك هو الوعي. هو خرج على اللور وشوف راسك كيفاش كتصرف. هو ملي كتكون في ديك البيريود ديال ستريس راه ما كتشوفش راسك. لا ما كتشوفش راسك في ديك اللحظة، ولكن خصك تعود. خصك انا بعض المرات انا كنستريسا، ولكن بعض المرات
حيت انا عارف هادشي كامل وكيعز عليا الجسم ديالي، كنبقى نقول هذا الروينه كامله وكا دابا ملي كنبقى نفكر فيها كنقول واو كورتيزول ادرينالين ميلاتونين تخدم معايا مضادات الالتهاب جهاز المناعه وقف. بعض المرات كتبقى دير لي ديك الطاق كنقول لازم انا غير في الخدمه زعما راه ما نتسمى والو في الاخر راه خدمه شنو فهمتيني. حيت تعطلتي حيت لا بلاتي تكلمة. ومن احسن الطرق اللي تقدر تكلمي بها راسك التنفس البطيء. التنفس البطيء كي اوتوماتيكمون كيعطي اشاره للجهاز العصبي ديالنا في اننا في حاله ديال الامان، واخا تكون الحرب كاينه على برا. التنفس البطيء من كنقصد التنفس البطيء مثلا حسيتي براسك واحد الحاله ديال ستريس وضغط، كنرجع رجع للور واحد 5 دقائق قول فليسقط العالم، ضرب الدنيا بركله غير في ديك 5 دقائق فهمتيني. فن لا مبالاة غير في 15 دقائق المصلحه ديالك فهمتيني ومصلحه الصحه ديالك والجسم ديالك. رجع للور واحد 10 دقائق وتطول، لان حنا التنفس ديالنا سطحي نفسه حتى هو فيه ستريس. التنفس ديالنا كيعبر على الحاله النفسيه ديالنا. غتلقى راسك اوتوماتيكمون بالدرع منك طريقه التنفس بالدرع منك غادي تحس براسك مكالمي ديك الساعه ما تبقاش مستريسي، لان اوتوماتيكمون كتعطي اشاره للجهاز العصبي ديالنا بانه حنا في حاله ديال الامان. علاش؟ لانه ما يمكنش تكون انت في حاله خطيره وكتنفس بشويه. كل واحد خصو يوعى بهذا انه مثلا انت وقعت لك قدر الله شي حاجه خايبه كيفاش غتبدا تتنفس؟ كيبقى التنفس والعكس والعكس الا دابا انا مرتاح معكم هنايا جالسين انا وياك كنهضروا في البودكاست وبديت كنتنفس 5 دقائق نحس ان العضلات ديالي تشدوا والادرينالين طلع، لانه عطيت واحد الاشاره للدماغ ديالك الجهاز العصبي ديال من العقل ديالي الجهاز العصبي ديالي غير بالطريقه ديال التنفس بانه انا في حاله الخطر، واخا انا غير جالس مرتاح معكم هنا ما كاين بو خطر. فالتنفس ديالنا مهم بزاف باش نجريو ستريس. لا مفر ما كاين ناس كيقول لك وانا عاد غنجلس نبقى ولا كيبقى ولا الواحد ما كيتفكرش في ديك اللحظه هذيك انه يتنفس. مساله ديال شوف مساله ديال مسانسه. هاد الطريقه انا دوزت منها لانه انا ما واعيش مره براسي راني مستريسي، ولكن ملي بديت كان نوعى بالخطوره ديال الستريس على الجسم ديالي وانه واحد الموت اللي ما باغيش نعيش فيه وما يصلحليش وما يصلحش للصحه ديالي، وانه ممكن انني ندير فعلا ديك الخدمه اللي مستريسياني وانا مستمتع. فعلا كنلقاني انا في الخدمه وكنت ستريسا ووليت كان ضروري في النهار ما نوعى واحد المره 2 3 4 المرات بالتنفس ديالي. كنرد بالك بحال كتحضي التنفس ديالك كتراقبو بحال كتحصلو اجي لهنا. انا بعض المرات في الخدمه كاين الناس اللي يعني كينتبهوا لي كيردوا بال التفاصيل حتى كيسمعوني كنعمل كيقولوا هو بدا ستريس فهمتيني باش بحال اللي كتعاقب بالستريس خصك تتعلم تعاقب بالستريس فين حضيه عس عليه ما تقولش هي ستريس لا شي حاجه عاديه وكاملين مستريسيين وكاملين مستريسين وكاملين كيتلاحوا في البحر. تلاح في البحر كاملين كنديروا واحد الحاجه ما كاينش راه صحيحه ولا كيقول هذه هي الحياه. لا ما كاينش انها صحيحه. لا يعني انه انت خصك تشوف راسك واش مسلكك ما مسلككش. حتى واحد مسلكو الستريس وانه يعيش في الستريس 24 ساعه 24 ساعه فهمتيني. فالواحد كيولي عاس على الحاله النفسيه ديالو عاس على الستريس ديالو. فالاطاله في التنفس علميا نقدر نقول لك من الاشياء الوحيده المتفق عليها انها الاخر كتحيد الستريس. او ممكن دير عادات تدخلهم في الحياه ديالك قبل ما تستريسا. هذه تفيق في الصباح مزيونه شنو نقدروا نعملوا قبل ما نوصلش. مثلا ملي تفيق في الصباح تعرض للشمس الشميشه واحد 5 دقائق 10 دقائق. دابا ما ثلث ساعه مثاليه واحد ثلث ساعه. دابا حنا المشكل انه كتشد خاص الناس اللي عندهم طوموبيلات مثلا كيخرج من الباب ديال الدار كيتحشى في الطوموبيل في الخدمه
وكيخرج 7 8 9 من الخدمه كتشوفوش الشمس كتشوفوش الشمس. لا جرب خرج واحد 10 دقائق وخليت الشمس تضرب فيك وتشبع بها وخذ الانرجي ديالها وفرح بها وعاد دخل الخدمه ديالك. احسن من هادشي تزيد عليها واحد 10 دقائق 15 دقيقه ديال الميديتاسيون. والميديتاسيون بأبسط الاشكال ديالها. انا دابا الناس ما كيسمعوا الميديتاسيون كيقولوا والله توقف على رجل واحد بحال ما كدير انتينا. اليوغا حاجه والميديتاسيون شحال واحد حسب اليوغا هي الميديتاسيون. لا الميديتاسيون حاجه اليوغا حاجه. الميديتاسيون بأبسط الاشكال ديالها جلس نعاس رباع في اي بوزيسيون بغيتي. دير واحد الموسيقى زوينه ولا بلاش الا ما كانش كيباسطك الصوت ديال الشارع والاصوات الطبيعيه وكتعاون بانه ترخى وتنفس لي مزيان. شبع الحياه. التنفس هو الحياه. شبع الحياه. دابا انا حسيت براسي فرحان. طبعا لان كتدخل الاكسجين. سبحان الله. كتنفس مزيان تخرج الاكسجين. حيت ستريس واحد ربع ساعه. لا والله حيت ستريس. انا غير فكرت في الشمس حسيت براسي فرحان حيت انا عندي واحد العلاقه زوينه مع الشمس. انا كل نهار خصني ضروري 5 دقائق 10 دقائق الشمس مش حيدها ليش الطبيب ضروري. دابا هادشي اللي قلتي عبد الهادي مزيون نظريا ولكن حنا انا نهضر دابا بلسان المشاهد. حنا اصلا كنوضوا مع ينوض واحد معطل ومزروب ماشي ديك الخدمه مزروب ديجا ستريسي وعبد الهادي كيقول له وقف وعملتو له ساعه بدا في الشمس. لا مبررات 5 دقائق 10 دقائق ما تلقاهاش راسك تشمش فيها فهمتيني تفاديا. شنو يقدر يجي باش تعيش مرتاح واحد النهار زوين غيدوز لك بواحد الانرجي زوينه حتى ديك الخدمه اللي انت مزروب عليها دوزها غزاله وتعطي راسك واحد 10 دقائق واحد 5 دقائق ملي تفيق في الصباح وتنفسني غير سيدي ديك الركبه ديالك من الطوموبيل للخدمه. وي غير بوز في النهار واحد 2-3 ديال لي بوز واحد 5 دقائق. حيد السلك. حيد السلك طفي راسك من الخدمه وتعود لان الدماغ بحال العضله. سي فري خديتي قرار كتعود لانه كري واحد النمط وراه بحال عرفتي كيكون عندك واحد الطريق فيها الربيع ياك واحد الطريق فيها الربيع والناس بقاو ماشيين ديك الطريق كتحفر صافي كتولي حتى هذاك اللي غادي يجي جديد غادي يدوز منها لان صافي ترسمات له الطريق. يجي واحد اخر يدوز منها ترسمات له الطريق. سي فري زيني صافي كيجي من بعد كتقول لي انا رسم طريق اخر دابا رسم طريق اخرى. كتغير ديك النمط اللي ضايع فيه العقل ديالك كيبقى يعاود لان العقل ديالنا كيعيش بالعادات والتكرار. هو الحاجه انا متعود عليها وعارفها هي نفسها غنبقى نعاودها وما تستناش العقل ديالك هو اللي يبدلك. مزياني لان حتى العقل ديالنا واحد المعلومه يمكن خارجه على الموضوع الناس يفهموها ان العقل البشري لم يصمم للنجاح والعقل البشري لم يصمم للرفاهيه والصحه النفسيه. كن مثالي ما تصممش لهذا الشيء. العقل البشري تصمم من اجل البقاء. كيعرف انت سناء خصها تبقى عايشه هادشي اللي كنعرف. والعقل ديالنا مستعد انه يبقى في كل ما هو مألوف يبقى في المألوف وخا يكون كيعذبك وكيألمك على انه يبدا شي حاجه جديده. ديك العاده ديال 5 دقائق 10 دقائق الشمس ودير الميديتاسيون قبل ما تبدا الخدمه ولا في الوسط ديال الخدمه 5 دقائق 10 دقائق. تعلمت تكالمي راسك تعلمت تقول لراسك هضره زوينه تعلمت تفريني وتقول لا بلاتي لا سير هادشي ما كيستريسيش راه انا اللي معقد الامور ونقدر ندير هادشي ببساطه ونستمتع به وننظم الامور ديالي. دخلوا في النظام ديالك شويه وكتولي تدخلوا في النظام ديالك شويه بشويه. تاكد انه كاين غتكون واحد الريزيستونس من العقل ديالك لانه هادشي ماشي الطريق المألوفه للعقل ديالك. العقل ديالك متنسي يكون مستريسي ومخلوع نوضو مزروبين نمشيو الخدمه مزروبين والزربه الماكله تكون مزروب كلشي كديرو مزروب. كتجي واحد القصه لا الحياه البطيئه الحياه ثقيله شويه علينا فهمتيني
اللي بغى يربح العام الطويل ياك. ولكن هذا اللي بغى يربح العام الطويل بالايجابيه ديالها، ماشي زعما بديك اللامبالاه ما مسوقش، لا، كدير الحاجه كما خصها دار، كديرها باحسن طريقه ممكنه، كتعيش بانك توصل لاقصى حدود الامكانيات والقدرات اللي عندك في الحياه، كتخليها عند الله في الاخر. ولكن انت مهدد، انت مطمئن، انت ميسر الامور على راسك ومتقبل اي حاجه غادي توقع، متقبل المزيانه غادي توقع، الخايبه غادي توقع، ولكن انت عملتي اللي عليك في الاخر. فهي راه فعلا وجهه نظر في الحياه كامله، كيفاش كتشوف الحياه غادي تعاونك الا شونجيتيها وليتي ايجابي ودخلتي هاد العادات الصغيره في الحياه ديالك. ان الستريس ظهر في تشيريه واخا ما تقلوش، لان بعض المرات هو بعض المرات النمط الحياه ديالنا، بعض المرات الخدمه ديالي انا فيها ستريس، هذا كان غيكون ولكن السؤال ديالي، كنعرف واش نخرج. خصنا نواجهوه، واش نتفاداو مره هاد لي سيتوياسيون ديال ستريس، لا شوف، اولا نتعايشوا معاه. الستريس تقدر تعيش معاه، بعض المرات تقدر تتفاداه، لان بعض المرات طبيعه العمل ديالك والشغل ديالك. مثلا واحد خدام في مطعم، غيجيو له واحد العدد كبير ديال الناس، الناس خصو يسر بيهم، عنده واحد ليكيب ولي ريسورس ديالو ليميتي، وخصو يتقاتل مع داكشي اللي عنده، الوقت اللي عنده باش يسر بيديك الناس يكونوا كاملين طبيعه الخدمه هكاك هي مستريسيه، فهمتيني. ولكن هو دائما ديك الميزان، ما قدرتيش تكريي الميزان في الخدمه ديالك وتاخذ ديك لي بوز ملي تخرج سيدي من الخدمه، كريي ديك البوز، كريها تمشي للرياضه، كريها كونيكتا مع الطبيعه على الجهد في السيمانه ديالك، ديك السبت ولا الحد ديالك، دير الميديتاسيون حتى تخرج انت من ديك الخدمه وخرج ديك الستريس ديال النهار كامل، فهمتيني. يعني هي دائما تقدر، كاين حلول، دائما تقدر توازن، هي ميزان وصافي. انا الخدمه ديالي ما نقدرش نبدلها، هي بالطبيعه ديالها مستريسيه، ولكن انا ما خدامش 24 ساعه 24 ساعه، عندي اوقات ديالي، ديك الاوقات ديالي صافي نرجعها ديالي 100%، ما نديهاش نمشي نخمم في الخدمه ونستريس على الخدمه ونكمل زعما على هاد الحاجات، هاد شنو نقولوا، الحاجات البساط، حاجات صغار، عندي روتين اللي هما صغيورين، روتين صغير تزيدو في الحياه ديالك باش توازن، باش تكري الميزان وصافي. كيطلع ستريس في حياتك البيك، كتجي انت لواحد الوقيته تقول له لا بطاط، ديك الكورتيزول ديك الادرينالين بقاو دايرين 24 ساعه 24 ساعه، تقول له لا بلاتي، الحياه زوينه وهادئه وطمأنه وانا في امان وانا مطمئن وكل شيء هو هذاك. المهم كتخلي الجسم ديالك يرتاح ويطمئن، او كتجي في الخدمه عاود طلع ستريس وعاود كتهبطو وانت ماشي. هذا ميزان، هذا حتى واحد الميزان زوين في الحياه ديالك. شي مرات في الخدمه كاينه دي بيريود اللي معروفين في العام كيكونوا كاين السيكتور ديال الخدمه، ديال الجرا، يمكنش ما تكونش مستريسي، فهمتيني. ولكن انت خصك تنتبه انه صافي تستريسينا بما فيه الكفايه، دابا نخلق شويه ديال التوازن في الحياه، نشدو زمام الامور، نشدو زمام الامور، نخليش ستريس يغلبني. ولكن سبحان الله ملي كتكون عبد الهادي في ديك سيتوياسيون ديال ستريس، سورتو اذا طول. انا كنطلق من تجربه شخصيه، مريت كنت عارف العام اللي فات هذيك صدمه نفسيه ماشي ستريس، واحد بيريود ستريس واقيلا تقريبا شي 3 شهور ولا 4 شهور، وانا في واحد الدوامه ستريس ديك اللي كتحس. بصح انا كنت واخا كنتلاقى صحابي ونعاود لهم مثلا تلاقيتك تينا وبارطاجيت معاك، وزعما كاين لونطوراج اللي زعما كيسمع لك، كيدعمك كيشجعك، ولكن في الاخر ملي كتمشي تنعس راه كتبقى بوحدك، راه ديك الافكار كيجيو لك بوحدك، راه عبد الهادي تلاقيته في القهوه ومشى في حاله صافي، كيبقى ديك الضغط ماشي 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 حتى انا شخصيا كنقول من الصبح كنت نعاس ونفيق في الصباح نجبر هادشي حلا ما كان ما دوزتش منه. ودابا من بعد عام، لان ديك الشيء اللي وقع العام اللي فات راه دابا عام بالضبط، ملي كنرجع الذاكره انا الموضوع اللي كنقول مزيانه اللي وقعت، لان هذاك علمني بزاف د الحاجات، كان بزاف الدروس من ديك الضغط اللي عشته. ولكن انا سناء ملي كنت في 2024 كان كيبان لي هذاك هو نهايه العالم، الحياه وقفات، الحياه وقفات، سورتو ملي كيدخل المشكل المادي مع في هذا، كتقول صافي راه هذه نهايه العالم. مي ملي كيدوز كنكتشف ان دابا حاليا ملي كنرجع سينتا، انا ديك الشيء بصح جا باش يعلمني. مؤخرا قريت واحد المقوله كتقول لك اذا كانت جاتك واحد الموجه كبيره، راه ما جاتش باش تغرقك، ديك الموجه جات باش تعلمك تعوم. وهادشي انا اللي استنتجته، كنت كتعوم غير شويه دابا خصك تطلع واش تدخل تحت منها، واش تعطيها بالطار، واش تعلمك تعوم. دونك انا هذه من زمان، من تجربه شخصيه
كانت هذيك أسوأ بيريود غندوزها في حياتي. وكتحس حاجة أخرى، كتحس أن الناس ما كيحسوش بك. أنا عاودت لك مثلا لا هو حتى واحد بغى يشوف، حتى واحد بغى يحس كتقول بالضغط. ديك الواحد ما حسش بالضغط شوف اللي ما أنا حتى اللي أنا واحد عايش. وما تستناهاش، ما تستناش ان الناس يفهموا الضغط والصعوبات اللي كدوز منها زعما بالضبط شنو هي. هي في الاخر الناس اللي دايرين بك مزيان تكون غير الناس دايره بناس كيدعموك كيشجعوك، ولكن باش يفهموا بالضبط الضغط اللي انت فيه ما تستناش. وحتى مثلا ديك الفتره اللي كنتي كدوز فيها انت بديك الصعوبات مثلا ودوزتي الستريس والتفكير الزايد، هو في الاخر التخمام، حنا كنقولوا التخمام الثقافه ديالنا تفكر بزاف. التخمام ما غيرفع عليك ابتلاء، ما غيمنع عليك مصيبه، صراحه راه فيك كانت غتمشي لك فيك فهمتيني. زعما فوقاش التخمام، كثر التخمام منعات علينا شي ابتلاء من عند سيدي ربي. راه سي فري ما جاك كتفكر كتفيق في الصباح ان شاء الله كتفتح عينك كيجيوك ديك الافكار، ولكن ما جاك فهمتيني. هذا الرغبه اصلا تخليو على هذا الرغبه في التحكم التام في الحياه ديالنا، لان مستحيل انك يكون عندك ديك التحكم التام. يعني مساله حتى وعي. عاود انا مثلا ديما كنشوفها انه ديما كنقول في اي مرحله من الحياه ديالي الهدف الاسمى ديالي فيها ماشي هو نكون انسان سعيد، انما نكون انسان مطمئن، عارف ان كل شيء فيه خير، وان كل حاجه خايبه غادي تدوز، وان الحاجات اللي كيوقعوا له كاملين غادي يكونوا كيمهدوني وكيوجدوني واحد المرحله حسن ما جا في الطريق. من كتولي عندك هذا المايند سيت ما كتغرقش بزاف الضغوطات ديال الحياه. لان الناس كيغرقوا في ديك الظرف اللي هما فيه بحال اللي هو راه نهايه العالم. هذاك الشيء اللي كانوا وملي كيدوز كتقول كلام حاجه انا دوزت في حياتي نقول اوف خساره صراحه ستريسيت على هذا الموضوع. ضيعت غير الانرجي ديالي والصحه ديالي والاعصاب ديالي، وفي الاخر كان كلشي داز صراحه. دوزت انا كنتفكر شي حاجه كنقول كنت كنخمم فيها كل نهار ونفكر فيها كل نهار ومستريسي ومعصب ومقهور، وهي دازت. مي في ديك الوقيته راه كتكون في الصح ورا كلشي كيفوت فهمتيني. كتغرق ورا كلشي كيفوت. الامور ديالك مزيانه وكلشي مخير في حياتك وعارفه راسك فين ماشيه وفرحانه وناشطه، كلشي كيفوت كلشي كيفوت. سي فري مستريسي معصب مقلق، الامور في الحياه ديالك مكفسه ما فيها ما يتشاف، كلشي كيفوت. انا عاقله على النصيحه ديالك العام اللي فات ملي كنت كنبارطاجي معك، قلتي لي خليها ترون. خليها ترون، لان بعض المرات شوف الله كيهدم حياتك باش تبني حياه جديده. اكزاكتوم. النهار اللي ضرب عليك وتهدم عليك شوفها هكا. يعني هي في الاخر ما نسيت، هي منظور. كنقول لك الراي النظره ديالنا لكل ما هو مستعجل وطارئ وخطير راه وجهه نظر. ملي كتولي عندك هذا المنظور للحياه انه صافي رابس عليا، عرفتي شحال رابس عليا انايا؟ انت عارف القصص ديالي بحال بروجيات وكذا، وطاح في هادي ونط في هادي وغادي يتفلى عليك وغادي ينصب عليك وغادي يديك ديالك وبعدا ما عرف يستغلك دروس مخبعه وحياتك كامله كتهدم. بوم شي حاجه بنيتيها تهدمات. كانت ستريسي كنت تعصب، ولكن كاين واحد العبلادي كيرجع على اللور كيقول لا 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 بلاتي تهدمات باش تبنى. فهمتيني كتهدم عليك باش لان الله سبحانه وتعالى كيدفعك تبدل الطريق وتمشي لاتجاه اخر حسن من ديك الطريق اللي انت كنتي فيها. فشنو ما كان الضغوطات اللي انت فيها وتشدات عليك وتسيرات عليك، قلتها لك ديك المره تستسلم. تقول خليها ترون. الله يوقع. يمكن الخير في انها ترون عليك داكشي اللي كان والخير كان في انها ترون. ودائما والله كيعاملنا بالنيه ديالنا فيه. راه كل حاجه خايبه ومزيانه انت كتختار. الا كانت النيه ديالك زوينه في الله، من ديك الكرفيس اللي دايس فيه في هذه الفتره والضغوطات والامور ديالك مزيره وماشي هي هذيك، الا كانت النيه ديالك بانه فيها خير، نتاكد فيها خير وهذه النيه ديالي في الله، وعارف ان اللطف ديال الله سبحانه وتعالى غادي يدخل في الحياه ديالي وغادي نشوفه في اي لحظه. فهاد الشيء اللي انا كندوز منه الله غيعاملك بديك النيه، وغتشوف واحد اللطف وواحد التدخل عجيب من الله سبحانه وتعالى، وغيدوز ديك الشيء وغتقول الله الحمد لله اللي دوزت من ديك الشيء. والعكس راه غير النيه ديالك في الله. انا بزاف الناس كيقول لك لا كل شيء غادي يكون مزيان. لا بعض المرات ما كيكونش كل شيء مزيان، من بعد كتزيد غير تكفس فهمتيني.
نهضروا بواقعيه، راه تلقى راسك فيك في الحيط ومن بعد عاود فيك في الحيط، ولا كتخرج من هذه كتزيدك هذه فهمتي. هذا كاينه تما شي نيه ماشي هي هذيك. عاود كتحط واحد النيه ديال لا علاش انا وقع عليهم كاش خصو يوقع عليهم علاش اخرين مزيانين ما عرفتش. كيقول لك سيدي ربي علاش اجي نوريك علاش عاود هاك استعف. والونتوراج عبد الهادي ملي كيكون واحد هيدا في الضغوطات بحال هيدا زعما كيحتاج الناس يكونوا دايرين به، واش يمشي يطلب مساعده، واش يكتفي بانه يعاود، لانه واخا كتعاود ما كتحلش الموضوع. لا كترتاح هو ما كترتاح هو نفسيا زعما علميا. من واحد الانسان كيعاود وكيعاود ياخذ الشخص اللي كيعاود له يعني كيسمع له بانصات وبانتباه بلا ما ينصحو. بعض المرات ما تفلسف على الناس، كتحتاج نصيحه، كتحتاج اسمعني. بعض المرات واحد فيه حتى اللعظم، واحد كيتفلسف عليه ويعطيه في الحلول الا تبعها راه يمشي للهاويه. بعض المرات الواحد خصك يتسمع له. يعني الانسان اجتماعي بطبعه وبالفطره ديالو بالغريزه ديالو كيبغي ديك السند، ويبغي ان واحد الانسان كاين في الحياه ديالو يقدر يسمع له ويتشكى عليه ويعاود له القصه ديالو ويتعاطف معاه. غير تبين ديك التعاطف للشخص اللي عنده ديك الضغوطات في الحياه، راه شي حاجه كبيره وكتهون عليه. وما بالك عاود ان يكون عندك شي اصدقاء كيشجعوك، يقول لك كلمه زوينه، يقول لك كلشي كيفوت، يعطيو لك بعض المرات يبارطاجيو معك شي حاجه دازو منها وكيموتيفيوك. فمهم اذا كنت عندك ضغوطات في الحياه ديالك ما تكونش بوحدك، لان بعض المرات ديك العزله هي اللي كدينا الاكتئاب. الحزن كيديك الحزن الا دوزتي من الطريق ديال العزله تلقى راسك في الاكتئاب. ولكن الحزن ومشيتي ولقيتي اصدقاء كيدعموك وعائله والناس كتطبطب عليك وكتعاطف معاك، تلقى راسك بنيتي عاود واحد النفسيه جديده وتموتيفيتي وخرجتي من ديك الضغوطات وعاودتي شفتيها بطريقه زوينه، وهذا كينصحك من هنا وهذا كيدعمك من هنا، كتلقى راسك عاود وقفتي على رجلك. حتى لو فات انك تبارطاجي الانسان يعرف يختار مع من يبارطاجي، ماشي مع اي واحد. انا بعدا ما انا عندي في صحابي، عندي ديك صحابي اللي غنتشكى عليهم، عندي ديك صحابي غنمشي نضحك معاهم، ما تصلح شي تشكى عليهم يدمروا لك النفسيه ديالك، فهمتي. كتقول لا هادو اصحاب ديال هما اللي كنتشكى عليهم ونقول لهم اي حاجه وما يحكموش عليك وما يحكموش عليا وغيدعموني، وهادو صحابي اللي غادي نضحك معاهم، وهادو صحابي اللي غادي يحلوا لي المشكل، فهمتيني. الدعم النفسي حتى هو مهم في الضغوطات اللي غتدوز منها في الحياه ديالك. انا اللي كنت كتوقع لي انا بطبيعي ما كنبارطاجيش بزاف، واذا بارطاجيت كنبارطاجي مع المقربين. واللي كان كيوقع في ديك الفتره العجيبه هو انني كنت مثلا في الخدمه كاين لو ستريس وكاين مشكل وداك الشيء، ولكن خصني نمشي نضرب واحد لو ماسك لان ما عندي حتى حاجه. خصني قدام ماما ما نبينش ان عندي مشكل، لان تزيد ستريسي واحد اخر معاك. كيبقى يفكر لك. انا حتى واحد الوقيته ولات كطلع معايا ديك الفكره ديال خصني نتعلم نطلب المساعده. خصني نتعلم نقول انا راه في الحاضر، فهمتيني. راه والعكس كتعيش هذيك الساعه بواحد الطريقه افضل، لان كتلقى واحد الدعم داير بك، خصك تعرف لي نقولها وصافي. اكزاكتومون. كيكون عندك واحد الخوف، انا شخصيا كان عندي الخوف انني نستريسي واحد اخر معايا، مثلا نقول لماما راه تبقى تفكر حتى هي في المشكل، اللهم نتحمل المشكل ديالي بوحدي. مي سينو كانوا اصدقاء وكان واحد الدعم الحمد لله اللي دازت فتره ودازت. دونك عبد الهادي شنو نقولون شي واحد اللي دابا كيمر بالضغوطات، دابا حاليا كيسمعنا عنده التوتر والقلق في حياته وضغوطات، واش نقولوا له صافي غير هو كلشي غيدوز، ولا كاين شي تكنيك لا هو كلشي غيدوز؟ دابا كلشي غيدوز هي ميتافور، فهمتيني. دابا لي ميتافور علاش كنستعملوا بزاف حتى في ليبنوثيرابي كنستعملوا بزاف لي ميتافور، لان العقل ديالنا اللاواعي ديالنا يحب المجاز ويحب الرمزيات، كيبغي الرمزيات بزاف. فعلا هو راه كلشي غيدوز، مضغوط مستريسي صافي حاس براسك ان الحياه ديالك واقفه، ديك الحاجه المشكل اللي عندك راه نهايه العالم، بوحدك عندك ديك المشكل، راه كلشي غيفوت في احسن الحالات ديالك، كلشي غيفوت. بعض المرات فعلا مايند سيت، مع من كنقول راسي انا من دابا واحد جوج ديال الاجيال تينا من دابا واحد جوج ديال الاجيال حتى واحد ما يبقى عاقل عليك. سي بنتك وبنتها مثلا، ولدك وولده وسناء كأنها لم تكن في الحياة، بحال اللي عمرها ما عاشت، فهمتيني.
ولا والد ولدك ما نعرف يبقاو يقولوا له وكانت عندنا واحد جداتنا مسكينه عارفه الاسم ديالها عارفه فيها الزهايمر عارفه فيها الزهايمر كانت كتضحكنا اسمها سناء فهمتيني وكانك لم تكوني في الحياه. فالانسان خصو باش تخرج فعلا من الضغوطات ديال الحياه خصك بعض المرات تطلع تشوف الحياه ما الفوق، شوفها الفوق، تفهم هذا الوعي الكبير انه راه كلشي كيفوت في الاخر، وهزها من خفافات وهون على نفسك وتعلم تكالمي راسك، ما تستناش ديك العقل عندك هو اللي غادي يكالميك ولا يتهدن، ما يتهدنش، هو هكاك خلق الله. دابا علاش انا بارطاجينا هادشي مع الناس في الاول باش تفهم ان عقلك راه هكاك هوك. خصنا نفهموا ان مثلا العقل اللاواعي ديالنا هو بطبعه سلبي، هو هكاك اصلا. زعما كنقول لك انا دماغي سلبي وكيفكر في الحاجات الخايبين هو هكاك خلق الله، هو خلق الله باش يفكر خلي النيو كورتكس والجزء الواعي منا اللي ديفلوبا مع الوقت كيديفلوبا يعني في المراحل الحياه ديالنا هو العقل اللي فيه الايجابيه والاحلام ديالي قاده وخصني ونحقق وانا قادر وما عرفتش ولكن العقل اللاواعي ديالنا هو ديك الجزء لا ما قادرش ولا لا طفرتيه وكذا وانت عملتي ديك المره وفشلتي وشوف هذاك فشل وعندك رد البال من هذا، لانه بالنسبه لي الحياه كلها بلايص ديال الخطر. بالنسبه لي دائما ديك جهاز الانذار شاعل عند الجهاز اللاواعي، يعني العقل اللاواعي ديالنا الحياه تقدر تاذينا وديما خصنا نكونوا رادين البال. هادشي هو ديك الجزء فينا اللي هو ديما بطبعه سلبي وكيحمينا بالسلبيه ديالو. وحنا نعرفوا كيفاش نتعاملوا مع هاد المواقف. فخصك تعلم كيفاش تفهم العقل ديالك وما تستناش انه هو اللي زعما لا يلقى لك الحل. الحل هو انك تخرج شويه من عقلك، تخرج من دماغك وتبدا تكونترولي راسك وتكونترولي التصرفات ديالك وما تبقاش لا وانا مستريسي وانا هكا وهكا. الحياه لا، الحياه ماشي هكا. الحياه ممكن تكون مطمئن في الحياه وهادئ في الحياه تبر المسؤوليه ديالك وكدير اللي عليك وكتجتهد وكتخليها في الاخر على الله، على سيدي ربي يدير اللي بغا وتايق فيه ثقه كبيره انه دائما اي حاجه غادي يديرها غادي تكون في الصالح ديالك. هذا مايند سيت الا كان عندك غادي تعرف تتعامل مع الضغوطات ديال الحياه. انا عندي واحد التقنيه كنستعملها وهو سؤال، كنقول شنو اسوأ سيناريو يقدر يوقع. ها هي مثلا ما صدقتش ديك الحاجه ومن بعد شنو يوقع، شنو اسوأ سيناريو في الاخر كاملين غنموتوا. بحال قلتي ما يقال عليك حتى واحد. دونك هون على نفسك، هذا هو الميساج، هون على نفسك. وراه كاملين كنمروا بنفس الضغوطات بنسب متفاوته. كندوزو من ضغوطات وتحديات بخير ان شاء الله. ان شاء الله. وتبارك الله عليك عبد الهادي. الله يبارك فيك. واخا وصلنا للنهايه ما سخيناش صراحه، عملنا يمكن شي ساعه ونص دابا. ما سخيناش، باقي ان شاء الله عملنا 2 ساعات. باقي ما يتقال ان شاء الله. باقي حلقات اخرى اللي باقي غادي موجدنا شي حاجات لأول مرة غادي تبارطاجيها مع الناس ان شاء الله. وانا زعما مع الناس اللي كيتفرجوا فينا حنا كنحاولوا ما امكن نكونوا زعما عفويين بساطين. وخا كنبريباري الحلقه الاولى راه مبريباريش، الحلقه الثانيه حاولت نبريباري لان كاين زعما معلومات علميه مي واخا هكاك ما حاولت ما نكونش زعما نكون اكاديمي ونهضر زعما ببساطه. فكان شي تكرار ولا شي حاجه نعتذر قبلوا علينا في هذه الحلقه. هذا هو الهدف حتى طريقه البودكاست بطريقه عفويه بسيطه. بالنسبه للحلقه اللي فاتت كانت رائعه جدا جدا، لقت اقبال كبير. دونك اللي باقي ما تفرج لا شي راه هي كاينه سور يوتيوب، عندنا البروفيل انستغرام حتى هو كنبارطاجيو فيه حاجات مزيونين، وباقي القادم اجمل ان شاء الله يا ربي. وشكرا للناس اللي تفرجوا في الحلقه الاولانيه، شكرا على التشجيع، شكرا على لي ميساج زوينين. ان شاء الله هذه الحلقه تعجبهم معاك ان شاء الله. هي ديك الحلقه هي اللي شجعتنا لان كل حلقه كتشجعك وكتموتيفيك انه اوكي غندوزو الحلقه اللي ما جا ان شاء الله. اللهم باقي نوجدوا مواضيع اخرى ان شاء الله اللي غادي تهم المشاهدين ديالنا ولا المتابعين، واللي غادي نهضروا عليها عاوتاني ببساطه، باش بحال اللي كتقول عبد الهادي كتفهمها حتى الجده ديالنا تقدر تفهم ياك عزيزه تقدر تفهم هادشي اللي كنقولوا. وصافي هذا هو الهدف ديالنا. شكرا جزيلا. اللهم يسر. شكرا.